الاقتصاد الرقمي، اقتصاد البيانات، اقتصاد المعرفة جزء لا يتجزأ من حياتنا الشخصية اليومية. ولأن احنا كأفراد احنا الاقتصاد، لأن احنا المنتجين والمستهلكين والسياسيين والمشرعين والاقتصاديين. ولذلك الاقتصاد الرقمي أصبح ضرورة حتمية لبقاء واستمرارية ونمو اقتصاديات الأفراد والشركات والدول. كرانش بيز قالت انه في 2020 حجم الاقتصاد الرقمي وصل ل 33 تريليون دولار، 33 ألف مليار دولار. سي بي انسايتس في تقريرها الربع الاول من 23 قالت ان في 1200 شركه دخلوا نادي الشركات الملياريه اللي هي قيمتهم السوقيه حوالي من مليار دولار، 10 مليار، 100 مليار دولار، اللي هم يطلق عليهم اليونيكورن والزيتا كورن والهكتاكورن. اللطيف في الموضوع عشان نعرف قيمه الاقتصاد ده واهميته ان الاقتصاد الامريكي اللي هو الجي دي بي بتاعه او اجمالي الناتج المحلي احنا بنتكلم في 26 تريليون دولار، دخلوا بس في الكوارتر الاولاني حوالي من ال 1200 شركه دول 553 شركه قيمتهم السوقيه 2 تريليون دولار. ده الربع الاولاني بس في ايه؟ في 23. ثالثها الصين ب 179 شركه بقيمه 537 او 35 تقريبا مليار دولار، بمتوسط قيمه للشركه، قيمه الشركه الواحده 3.7 او 4.7 مليار دولار. امريكا كانت المتوسط 3 مليار دولار لكل شركه. ثالثهم الهند ب 70 شركه 192 مليار دولار بمتوسط 2.7. ثالثهم بقى انجلترا وفرنسا والمانيا واستراليا. استراليا عندها 8 شركات بس ب 55 مليون دولار بمتوسط قيمه 7.9 مليار دولار. وايه اللي بيحصل وايه اللي مطلوب؟ اللي بيحصل ان البنك الدولي قال انه في 2030 احنا بنتكلم بعد 6 سنين قيمه الاقتصاد الرقمي من الاقتصاد العالمي هتمثل من 30 ل 33%. المطلوب اعزائي المشاهدين ان كنت تتوضا البقاء في هذا الاقتصاد الرقمي عشاننا وعشان ولادنا، في حاجه مهمه جدا. احنا عشان يكون في اقتصاد رقمي عشان ولادنا ياكلوا عيش لازم يكون في الاول تحول رقمي. واول عامل دايما في التحول الرقمي البشر، البيبول، احنا الافراد. احنا قلنا احنا المنتجين والمستهلكين والسياسيين والاقتصاديين والمشرعين. لو احنا مش عارفين اهميه هذه الاقتصاديات، مش فاهمين يعني ايه اقتصاد رقمي، مش فاهمين يعني ايه تكنولوجيا ماليه، مش هنعرف نستفيد من الاقتصاد الرقمي. بالتالي اوضاعنا الماليه والاقتصاديه مش هتكون افضل حاجه. فبالتالي زي ما كان عندنا واجب الحلقه اللي فاتت اللي احنا عايزين نمحو الاميه الاستثماريه والماليه، النهارده احنا عايزين نمحو الاميه التكنولوجيه عشان نعرف ان احنا استاذه مدام عفاف في الدور الثاني، استاذ عبد الجليل لازم يكون عارف يعني ايه تحول رقمي، يعني ايه تكنولوجيا ماليه، فبالتالي نعرف نتحول رقميا. معاكم احمد الحلواني باحث في شؤون الاقتصاد الرقمي والحوكمه الرقميه. في كل مجتمع من المجتمعات بيقولوا ان في انوفيتورز، في ناس هم القائدين، 2.5% النسبه المتعارف عليها. بقيه ال 2.5% من ال 100% بيقولوا عليهم لاجرز. ايه اللاجرز؟ اللي هم الناس المتاخرين. احنا النهارده من حسن حظنا اللي احنا معانا واحد من ال 2.5%. معانا وليد حسونه الرئيس التنفيذي لشركه فاليو للتمويل الاستهلاكي. اهلا بيك يا وليد. اهلا بيك يا احمد، ربنا يخليك.